اهلا بيكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنشرح الدرس الثالث في الوحده الاولى في منهج الدراسات الاجتماعيه للصف الاول الاعدادي. درس النهارده بيتكلم عن نهر النيل والحضارات اللي قامت في افريقيا. خلي بالك بس، هو نهر النيل مهم جدا لينا ومهم جدا في افريقيا، عشان ده اللي احنا قايم عليه الحياه في مصر، هو شريان الحياه الرئيسي في مصر واللي قامت عليه الحضاره الفرعونيه زمان في افريقيا. تمام. نهر النيل، اول معلومه عندي، هو اطول انهار العالم. نهر النيل اطول نهر موجود في العالم. نهر النيل زي ما انت شايف بيجي من وسط افريقيا من هنا ومن شرق افريقيا، دي منابع نهر النيل وخدناها قبل كده في الدرس الثاني لما كنا بنتكلم عن اهميه اثيوبيا واهميه هضبه البحيرات الاستوائيه لمصر. الاتنين دول، واحد منبع موسمي والتاني منبع دائم لنهر النيل. اثيوبيا منبع موسمي وهضبة البحيرات دي منبع دائم لنهر النيل، فهو بيجي من شرق افريقيا ومن وسط افريقيا وبيكمل لغايه ما يوصل لمصر. نهر النيل بيقول عليه مصطلح جديد بالنسبه لك اسمه نهر دولي، بس سهل. دولي عشان بيعدي من دول كتير، فهو نهر دولي. يعني ايه النهر الدولي؟ هو النهر اللي بيمتد مجراه وروافده في اكتر من دوله، فهو نهر بالنسبه لي نهر ايه؟ دولي. ليه نهر النيل نهر دولي؟ عشان بيمتد في اكتر من دوله. بيمتد في كام دوله؟ تقريبا في 11 دوله افريقيه. ال 11 دوله افريقيه دول مع بعض بنسميهم دول حوض نهر النيل، ودخلوا مع بعض في منظمه اسمها منظمه اندوجو. الاندوجو دي معناها الاخاء اللي هم اخوات يعني، بس باللغه السواحليه. طب مين هم ال 11 دوله اللي بيمتد فيهم نهر النيل؟ ركز معايا كده. ادي مصر، جمهوريه السودان، بعد كده عندي اثيوبيا، جنوب السودان، اوغندا، كينيا، كونغو الديمقراطيه، تنزانيا، رواندا، وبروندي. بص، هي بدايتها سهل. مصر تحتيها على طول السودان، انا كده سهل اهو. يبقى مصر الدوله اللي تحتيها على طول مين؟ السودان. ركزت شويه هتنزل تحت شويه هتلاقي اثيوبيا وجنبها جنوب السودان. بص عشان لو عايز تحفظه. مصر، هنزل من مصر الاقي السودان، بعد كده هلاقي هنا ايه في الشرق خالص؟ اثيوبيا، جنبها جنوب السودان، تحت اثيوبيا كينيا، تحت جنوب السودان اوغندا والكونغو. بص انا بتفرع من شجره اهو. مصر لوحديها وبعديها السودان لوحديها. نزلت تحت السودان لقيت اتنين، اثيوبيا وجنوب السودان. بص، السودان، اثيوبيا، جنوب السودان. نزلت تحت اثيوبيا لقيت كينيا. نزلت تحت جنوب السودان لقيت اوغندا وجنبها الكونغو الديمقراطيه. شايف هي سهله اهي. تمام. نزلت تاني لقيت ايه؟ رواندا وبروندي. لقيت مين؟ رواندا وبروندي وجنبهم تنزانيا. سهل على فكره، وانت عايز تحفظهم تحفظهم. مصر تحتها مين؟ السودان. تحت السودان اتنين، اثيوبيا، جنوب السودان. انزل تحت اثيوبيا الاقي كينيا. انزل تحت جنوب السودان الصغيره اللي جنبها اوغندا، البعيد عنها الكونغو الديمقراطيه. تحتيهم رواندا وبروندي، وبعد كده تنزانيا. في دوله ناقصه لان دول 10. اليتريا اهي فوق اثيوبيا وجنب السودان، دي اليتريا. تمام. فاكرهم انت اصلا؟ المفروض انت فاكر جبال البحر الاحمر بتمر في مصر والسودان واريتريا، فانت عارف اماكنهم اصلا. تمام. ال 11 دوله دول دخلوا في منظمه اسمها منظمه الاندوجو سنه 1983. المنظمه دي مصر صاحبه الفكره بتاعتها، بما ان نهر النيل ده بتاعنا كلنا، بتاع ال 11 دوله، واحنا كلنا عايزين نستفيد منه من غير ما ندمره، فاحنا عاملين منظمه عشان نتشاور نتفاهم مع بعض وننسق مع بعض التعاون على نهر النيل، ونحافظ على المصالح المشتركه اللي بيننا. دي حاجه ما بيننا. انت عارف انت ما بيكون سكان العماره في عماره واحده يقول لك ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ مجلس اداره العماره. تلاقي السكان اتفقوا مع بعض ان احنا هنقعد عشان نحافظ على العماره، فما بالك ده نهر النيل، فاحنا بنقعد عشان نحافظ عليه مع بعض. يبقى اذا نفتكر كده مع بعض تاني، احنا اتفقنا ان منابع نهر النيل عندي منبعين، واحد موسمي وواحد ايه؟ دائم. وان جمال حمدان بيقول لك نهر النيل ثنائي المنبع. ليه منبعين؟ يعني ايه ثنائي المنبع؟ يعني ليه منبعين، واحد موسمي وواحد دائم. شوف احنا عدناها كام مره المره دي. وان ده سبب استدامته ووصوله لايه؟ لمصر. يعني بسبب اللي فيه منبعين كده ده مخليه يوصل لغايه مصر، لان احنا زي ما هندرس كمان شويه المنابع الاستوائيه مش كافيه توصله لي لمصر. بتيجي لغايه هنا كده مثلا وتلاقي بقت خلاص مش هتوصل. بتيجي بقى المنابع الاثيوبيه او الحبشيه او الموسميه تروح زق الميه وموديها لغايه فين؟ مصر. يبقى المنابع الدائمه عندي بالنسبه لي هي مين؟ هي المنابع اللي موجوده في بحيرات الاستوائيه، اهمها بحيره فيكتوريا ونهر كاجيرا. بحيره فيكتوريا ونهر كاجيرا. المنابع الموسميه للاثيوبيا اللي موجوده في هضبه الحبشه، عندي السباط، عندي النيل الازرق، وعندي عطبره. السباط والنيل الازرق وعطبره، دي اسمها منابع موسميه. طب ما تيجي نتكلم مع بعض كده عن المنابع الدائمه اللي موجوده فوق البحيرات الاستوائيه. انت فاكر هضبه البحيرات الاستوائيه اصلا هي منبع دائم لنهر النيل، بتجيب له امطار طول العام.
فيها عدد من البحيرات اهمها بحيره فيكتوريا اللي هي تاني اكبر بحيره في العالم. يعني دي تاني اكبر بحيره للميه العذبه موجوده في العالم. بيصب فيها نهر هنا اسمه نهر كاجيرا، ده بيصب في بحيره فيكتوريا. يبقى ده اصلا بدايه نهر النيل، دول بدايه نهر النيل. نهر كاجيرا بيصب في بحيره ايه؟ فيكتوريا. وده من اهم المصادر لبحيره فيكتوريا للميه اللي من ناحيه الغرب. دي ناحيه الغرب مش الشرق، هو جاي من هنا اهو، يروح صابب في بحيره فيكتوريا. ايه المميزات المنابع الدائمه دي؟ واحد، ان الميه فيها طول السنه عشان المطر عليها طول السنه سهله. يبقى النتائج المترتبه للمطر عليها طول السنه انها منبع دائم للميه طول السنه. بس خلي بالك بقى، دي منبع دائم لطول السنه ودي منبع موسمي. بس الميه اللي بتجيلنا مصر في المنبع الموسمي اكتر بكتير قوي من الميه اللي بتجيلنا من المنبع الدائم. ليه ما بيجيلناش كميات من المنبع الدائم دي؟ المفروض هنا مطر غزير طول السنه، ده مناخ استوائي، مطر طول السنه كتير. قال لي عشان في هنا مستنقعات، في الجزء ده كده فيه مستنقعات، وفي جزء الحته دي فيها مستنقعات، وجزء كبير منها بيخرج عن طريق التبخر، بتتبخر تاني، الميه بتنزل، وعشان هو هنا الدنيا حر طول السنه برضه فالبخر بيطلع تاني. اه يا مستر، حر ومطر، خليك فاكر حر ومطر. ليه؟ لان دي منابع ايه؟ استوائيه دائمه، فخط الاستواء هنا مناخ استوائي، مطر طول السنه وحراره طول السنه، فالمطر بينزل كتير بس بيتبخر منه كميه كبيره. ولما ما بيتبخرش المستنقعات اللي هنا بيروح فيها مستنقعات يعني طين بقى وحشائش، فالميه راقده كده، تقعد الحشائش دي تشرب منها وسود النباتات تشرب منها، فبيوصلش منها كميه كبيره. المستنقعات دي اللي بتلاقي فيها عايش فيها تماسيح ومش عارف ايه. فالحته دي بتقلل وصول الميه. عشان كده المنابع لو قال لك بما تفسر المنابع الاستوائيه او الدائمه قليله الاهميه لمصر، ليه؟ لان بسبب ما بيوصلش منها ميه كتير بسبب وجود المستنقعات والتبخر. المنابع بقى الموسميه دي المهمه لينا قوي بقى، دي موجوده على هضبه الحبش، بينزل عليها مطر بس في موسم الصيف. لو تفتكر الفيضان دايما كان بيجي لنا زمان في موسم الصيف، فما بينزل مطر هنا فبيجي فيضان. ودي فيها شويه روافد زي مين؟ السباط. خلي بالك في معلومه كده بس هو ما ذكرهاش في الكتاب، اللي السباط اصلا ليه جزء منه منبع دائم بيجي من ناحيه اللي هضبه البحيرات، ومنبع تاني موسمي. بس هو قال لك مريحك ومريح دماغك وقال لك السباط ايه؟ منبع موسمي. النيل الازرق منبع موسمي، عطبره منبع موسمي، تاني هنا منبع موسمي. كل دول منابع موسميه لنهر النيل. وبيقول لي النيل الازرق وعطبره الاثنين بيخلوا النهر يكمل في الشمال، دول بيساعدوه اللي هو يكمل الميه بتاعته في الشمال. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن كذا حاجه في نهر النيل. اتكلمنا اللي هو ثنائي المنبع، ليه منبعين موسمي ودائم، خدنا نبذه عن المنبع الموسمي وخدنا نبذه عن المنبع الدائم، واتكلمنا عن منظمه الاندوجو اللي هي فيها 11 دوله مشتركين في حوض النهر. واتفقنا ان حوض النهر ده هو اي اراضي بتستفاد من ميه النهر او النهر بياخد منها ميه. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني مثلا لو اي ارض بينزل فيها المطر ده هيروح لنهر النيل، يبقى دي الحته دي من حوض النهر. لو اي ارض بزرعها بعتمد فيها على مياه نهر النيل، يبقى الحته دي تبع حوض النهر. فهو حوض النهر اللي هو الجزء ده كده، شايفين؟ دي دوله السودان مثلا، ده كده الحته دي حوض نهر النيل. لكن دي لا، دوله مصر دول كده حوض نهر النيل. الصحراء الغربيه لا، فدي اسمها حوض نهر النيل اللي هو المساحه اللي قدامي دي. طيب احنا عايزين نهتم بيه. طب ايه الاتفاقيات اللي الدول دي عملتها مع بعض عشان تحافظ على مياه نهر النيل؟ بيقول لي عشان نهر النيل بيعدي في 11 دوله، فاحنا عندنا شويه اتفاقات دوليه. منظمه الامم المتحده عملت قانون عشان تنظم الاستخدام المجاري المائيه في اغراض غير الملاحيه، ان نستخدمها في حاجه غير اللي احنا نحط فيها سفن، يعني اللي هو الراعي اللي هو اللي نزرع بيها او نشربها. تمام؟ فبيقول لي عشان ننظم مياه النيل وننميها، وعشان ادير مياه النيل واحميها، وعشان احقق الانتفاع الامثل منها. ده اللي عمله مين؟ الامم المتحده. الامم المتحده عامله شويه قرارات كده عشان نحافظ على مياه الانهار. تمام؟ طب تعالى نشوف الاتفاقيات اللي احنا عاملينها بقى، الاتفاقيات اللي الدول الافريقيه عاملاها مع بعض. عندنا في اتفاقيات اقليميه يعني بين الدول الافريقيه. ما هو قال لك الدوليه بنعملها الانهار دي عشان تحافظ على مياه الانهار واستدامه المياه في الانهار، دي كده اهداف عامه. تعالى بقى الاقليميه، احنا في دول افريقيا عاملين ايه؟ عارف ايه الفرق بين العام والاقليمي كده؟ زي مثلا انت ايه، انا المدرسه كلها لازم تذاكر، المدرسه كلها لازم تذاكر كويس عشان تنجح. بس تيجي انت في بيتك بقى، ده كده الاقليمي. احنا الوقت المناسب للمذاكره مثلا من الساعه 3 للساعه 6. في واحد تاني بقى في بيت تاني هيذاكر من الساعه 6 للساعه 9، بس انتوا الاثنين متفقين ان احنا لازم نذاكر. فالاتفاقات الدوليه بتقول ايه؟ ان احنا لازم نحافظ على مياه النيل، ونحافظ على مياه الانهار، ونحافظ على الاستدامه بتاعتها. لكن تعالى بقى ايه، الدول الافريقيه الاقليميه مثلا، او الاتفاقات الاقليميه دي اللي بين الدول الافريقيه، ليهم وجهه نظر ازاي يحافظوا على مياه نهر النيل.
عملنا اتفاقيه سنه 1929. بص الاتفاقيه دي مهمه قوي، بتقول كل دول حوض النيل ملتزمين اللي هم ما يعملوش اي تعديل على نهر النيل من غير الاتفاق المسبق مع مصر. يعني مفيش حد يحط اي حاجه على نهر النيل من غير ما يلجأ لمصر، لان نهر النيل بالنسبه لمصر حياه او موت، لان ده هو المصدر الوحيد بالنسبه لنا للميه. احنا ما عندناش امطار كتير، معظم دول حوض النيل هنا بتعتمد على الامطار، فبالنسبه لنا احنا نهر النيل ده مهم جدا، فمفيش حد يعمل عليه اي حاجه من غير ما يرجع لمصر. في 2015 بقى مصر عملت اتفاقيه جديده هي واثيوبيا والسودان، واتفقنا على شويه مبادئ للتعاون كده والتنميه، ومفيش واحد فينا يتسبب لضرر تاني. ركز كده، عملنا اتفاقيه سنه 2015 بين مصر واثيوبيا والسودان. ركز، كانت بين مين؟ مصر واثيوبيا والسودان. 29 دي اللي هي 1929 كانت بين كل دول حوض النيل، انما 2015 مصر واثيوبيا والسودان. مصر واثيوبيا ايه والسودان اتفقوا على ايه فيها؟ التعاون والتنميه وعدم التسبب في اي ضرر والاستخدام المنصف العادل لمياه نهر النيل. يعني الثلاث دول دول ما يسببوش ضرر لبعض. يعني اثيوبيا بتبني سد هنا، بس السد ده ما ياثرش على حصه مصر في الميه، وتبقى بتستخدمه استخدام عادل عشان احنا محتاجين الميه دي. يعني بالنسبه لنا الميه مساله حياه او ايه او موت. كده احنا يعتبر فهمنا شويه عن نهر النيل وجاي منين، والميه اللي احنا بنشربها دي بتجيلنا ازاي. تعال نتكلم بقى ازاي مصر تحاول تعمل تنميه مستدامه لنهر النيل. مصر من زمان، من ايام الفراعنه اصلا، وهي بتحاول دايما تستثمر موارد نهر النيل. ولو تفتكر في الدرس الاولاني حرخوف مثلا عمل 4 رحلات للجنوب. هو نازل الجنوب يعمل ايه؟ نازل يتفرج على نهر النيل. محمد علي نازل يكتشف منابع النيل. اسماعيل نازل يكتشف منابع النيل. فنهر النيل بالنسبه لنا ده مساله حياه او موت، وبنعتمد عليه جدا جدا جدا. طب مصر بتعمل ايه؟ مصر هدفها انها تعمل تنميه مستدامه لنهر النيل. يعني ايه تنميه مستدامه؟ يعني تنميه مستمره ما تقفش لنهر النيل، وتعمل حاجه تحقق مبادئ حاجه اسمها الاقتصاد الاخضر. يعني ايه كلمه اقتصاد اخضر بقى؟ ركز بقى، الاقتصاد الاخضر ده هو الاقتصاد الصديق للبيئه. تاني، اقتصاد ما بيلوثش البيئه، مش اقتصاد قايم على المصانع اللي شغاله على البترول مثلا، فالبترول بيطلع دخان يلوث البيئه او الفحم. لا، ده اقتصاد ما بيلوثش البيئه، بيستهدف ان انا اعمل نمو اقتصادي واحافظ على البيئه. يعني انا عايز اعمل نمو اقتصادي مع الحفاظ على البيئه. ما تقوليش انا هعمل مصانع بقى عشان تولد الكهرباء، ومولدات الكهرباء دي تشتغل بالفحم اللي بيطلع ثاني اكسيد الكربون ويلوث البيئه. لا، كده انت ما بتعملش اقتصاد اخضر. انا هعمل مصانع لانتاج العربيات وبشغل في المصانع دي بترول. لا، انا عايز اعمل مصانع لانتاج عربيات بالطاقه الشمسيه، والمصانع دي نفسها شغاله بالطاقه الشمسيه. كده اقتصاد اخضر. فمصر بتعمل نمو اقتصاد مستدام مع الحفاظ على البيئه، وتحقق العداله الاجتماعيه والحد من الفقر والبطاله. طب ايه هي جهود مصر اللي عملتها على نهر النيل؟ ركز معايا كده. اول حاجه احنا عملنا خزان صنار هنا اهو. ركز كده على النيل الازرق، ركز مكانه اهو. الحته دي فيها خزان مين؟ صنار على النيل الازرق. ده عملناه في السودان. وعملنا سد تاني اسمه سد اوين باوغندا هنا اهو. سد اوين باوغندا. السد على فكره بيساعدهم في توليد كميه كبيره من الكهرباء. عندي سد اوين باوغندا وخزان صنار على ايه؟ نيل الازرق. ده في السودان وده في اوغندا. ده احنا دفعنا تكاليف انشاء جبل الاولياء. خزان تاني اسمه جبل الاولياء اهو، موجود هنا. بص على النيل الابيض هنا كده. في السودان برضو احنا اللي دفعنا تكاليف انشاء عشان نولد الطاقه الكهربائيه للسودان. تاني، يبقى انا عملت خزان صنار وجبل الاولياء الاثنين في السودان، واحد على النيل الازرق وواحد على النيل الابيض. عملت سد وين في اوغندا. سد وين في اوغندا. طهرنا بحيره فيكتوريا وكيوجا من الحشائش. فيكتوريا ايه وكيوجا من الحشائش بعديها على طول. فيكتوريا وكيوجا الاثنين طهرناهم منين؟ من الحشائش. ادي فيكتوريا وادي كيوجا، طهرناهم الاثنين من الحشائش. احنا اللي عملنا كده على حسابنا. عملنا عشرات الابار في كينيا عشان يساعدوهم على النمو ويلاقوا ميه يزرعوا بيه. حفرنا عشرات الابار في كينيا. انشأنا مراكز للبحوث المائيه في تنزانيا. يبقى انا بنيت سدين في السودان، صنار وجبل الاولياء. عملت سد اوين في اوغندا. كل دول اهميتهم توليد الكهرباء عادي. عملت عشرات الابار في كينيا. عملت البحوث المائيه في تنزانيا. طهرت فيكتوريا وكيوجا من الحشائش. طب ده كده نهايه الحصه الاولى. هنشرح الدرس ده على حصتين ان شاء الله. حصه النهارده والحصه الثانيه هتبقى يوم الاثنين. الحصه النهارده غالبا هتبقى الخميس بالليل. النهارده لما تترفع بس هتبقى الخميس بالليل، وان شاء الله الحصه الثانيه هتبقى موجوده يوم الاثنين متاحه على اليوتيوب تتفرج عليها برضه.